طيب ازيكم يا جماعه؟ بما ان احنا لسه في العيد الكبير، كل سنه طيبين. كنت عايزه اصور فيديو انا صورته قبل كده، واتضح لي بعد كده ان انا عملت الموضوع ده. كان عن الاكتئاب في العيد، او ان انت مش مبسوط وسط ما كل الناس مبسوطه. فاتضح لي ان انا عاملاه اوريدي، فقلت اوكي وماله. نسمع فيروز ونتكلم على الاغاني شويه. في تاني ايام العيد، او ثالث ايام العيد، انا ومامتي قعدنا في تراس بيتنا. كلمة تراس دي بتضحك. وقعدنا نسمع فيروز وكل الاغاني اللي قلبك يحبها. فيروز انا بحبها جدا من وانا صغيره قوي، من وانا لسه في ابتدائي يعني. كده كده مين فينا ما بيحبهاش؟ فوالدتي قالت لي طب الحلقه الجايه انت ممكن تتكلمي عن فيروز. هي فكره حلقه حلوه، بس قلت ممكن ناجلها شويه. اللي انا لاحظته وانا بسمع فيروز المره اللي مش عارفه كام في حياتي، ان في اغاني انت لما بتيجي تسمعها ما بتزهقش منها، رغم ان انت ممكن تكون سمعتها كتير قوي قوي على مدار حياتك، لكن بشكل او باخر هي معلقه معاك ومعلقه مع دماغك، لان هي مترابطه مع مشاعر معينه انت ممكن تكون بتحسها. قلت طب وماله، طب ما نعمل سيرش ونشوف ليه الاغاني ممكن نسمعها كتير وما نزهقش منها، وتكون مرتبطه بينا، وممكن تكون مرتبطه بالذكريات اللي احنا عشناها زمان. اول حاجه طلعت لي هو هرمون الدوبامين، اللي هو احنا من غيره نبقى تعيسين. حلو الرايم ده. الهرمون ده بيتفرز لما بتيجي تسمع اغنيه معينه انت بتحبها، وبالذات كده عند كوبليه معين انت بتحبه تحديدا، الدوبامين بيتفرز، فبتحس بالسعاده. وبسبب كده المخ بيطلب منك ان انت تعيد التجربه تاني، فبتعيد الاغنيه كتير. ممكن تعيد الاغنيه في لحظتها، يعني بعد ما تخلصها تعيدها تاني، وممكن على مدار الاسبوع، مدار الشهر، او مدار حياتك. والباحثين في الموضوع ده قالوا ان مش بس الناس بتحب تعيد الاغنيه كتير علشان هي حلوه، لا، علشان هي كمان ممكن تكون مرتبطه بشخص معين او حدث معين، مشاعر معينه انت تكون مش عارف تعبر بيها بالكلام، بس الاغنيه عارفه تشرحه وتوصفه. عشان كده تلاقي مثلا الناس الكبيره لما تيجي تسمع الاغاني القديمه زي ام كلثوم مثلا، بيتمزجوا قوي ويحسوا بالنوستالجيا جدا، وان هما رجعوا لعصر قديم قوي، او مش قديم قوي يعني عشان ما نكبرش الست، بس للزمن بتاعهم، فهو بيحسسهم بالانتماء للزمن ده وللايام القديمه اللي هم عاشوها، او حتى ممكن يكونوا ما عاشوهاش. كمان برضو تكرار الاغاني، او تكرار الاغنيه اللي انت بتسمعها، بتبقى طريقه المخ بيحاول يعالج بيها مشاعر معينه. يعني مثلا لو في احساس انت لسه ما استوعبتوش بالكامل، او مخك لسه ما استوعبوش بالكامل، سواء بقى الاحساس ده حزن او فرح او اشتياق نوستالجيا، المخ بيخليك تعيد الاغنيه تاني علشان تحس بالمشاعر دي تاني وتمر بيها، يمكن ده يخليك تفهمها اكتر او تستوعبها اكتر. في حاجه كمان اسمها الاكستريم ري listening، ان انت تكون خلاص عنصر المفاجاه اختفى من الاغنيه، انت عدتها كتير فانت خلاص مبقتش متفاجئ، بس انت ستيل مرتبط بالاغنيه دي. ممكن يكون بسبب اللحن القوي، الايقاع، او التجربه الشخصيه مع الاغنيه ديت، او حتى الكلمات. في حاجه كمان اسمها التوقع الموسيقي، ان انت بعد كذا مره ما بتسمع الاغنيه تكون شبه حفظتها خلاص، بيبقى في كده المخ بيحسسك بالسيطره والراحه، لان انت متوقع الكوبليه الجاي عامل ازاي، فانت بالتالي بتغنيه، فما فيش عنصر مفاجاه قوي، فانت عارف ايه اللي هيحصل، فبالتالي ده ممكن يكون بيريحك شويه وبيهديك. فهي الاوبرا احساس. انا ليه ممكن اكون قلت كام معلومه كده على الهامش، لان اكيد في حاجات تانية كتير، بس ده اللي توصلت له امبارح، لان انا لسه كاتبه الكلام ده امبارح وبحثت عنه امبارح، لان الفتره اللي فاتت دماغي فاضيه مفيش اي حاجه اقولها. بس علشان كمان ايه، بعيدا عن فيروز، بان ان انا لسه في فيز مايكل جاكسون، من اكتر الاغاني اللي انا بحبها له هي اغنيه هيومن نيتشر، وناس كتير قوي. فانا الاغنيه دي مهما بعيدها انا ما بزهقش منها ولا بزهق من كلماتها. كلماتها حلوه جدا، يعني من اكتر الليركس الحلوه اللي ممكن تكون اتكتبت على مر التاريخ يعني. وبالذات في الحركه اللي هي بتاعت بعد ما بيغني بيقول ايه، why why tell him that is human nature. يعني انا دايما لما انا باجي اسمع الاغنيه دي
او بغنيها مع نفسي، باجي عند الكوبليه ده تلاقيني بعمل كده زي ما هو كان بيعمل في الحفله. انا مش عارفه اقول يعني لحد بيوصل لحد الارض تقريبا، بس انا لما بسمع الاغنيه دي الحركه دي ارتبطت مع الكوبليه ده، فارتبطت مع حياتي عامه، بقيت امشي في البيت بعمل كده بعمل كده كده كده. فزي ما قلت لك هي الاوبرا احساس. انا قلت ممكن اشارك مع المعلومات اللي انا جمعتها ديت على الهامش مع 60 بني ادم بيتفرجوا عليها بشكل دوري، عشان لو حصل حد مر بهذه التجربه، واكيد 3/4 بيمر بهذه التجربه، تكون عارف ده سببه ايه او مسماه العلمي اللي موجود في المصادر، الناس اتكلمت عنه ازاي، تبقى عندك كده خلفيه، تكون عارف ده مصدره ايه. فبما ان انا لحد كده اتميت مهمتي في الفيديو ده، فهنيجي عند افضل فقرة انا بحبها في الحلقة. بما ان احنا بنتكلم عن المزيكا وعن تأثير الاغاني، وان هي ممكن تكون محساك بمشاعر مش فاهمها وكل ده، فالنهاردة ترجيحنا لفيلم السهرة هو فيلم ويبلاش. الصراحة أنا كان هرجح فيلم تاني، بس لقيت ان المغزى الاساسي بتاع الفيلم ده مش هو المزيكا قوي، فقلت خلاص هرجح فيلم ويبلاش، لان هو فيلم عنيف شوية، بس الايقاع فيه هو اللي مسيطر على الفيلم كله. يعني هو انت لو مشفتوش انت هتفهم، يعني عشان انا بقالي كتير مشفتوش وبفكر اعيده كمان. فبس كده، اشوفك الحلقة الجاية، باي باي.